بدي بوكر بس ما فيش ضحك. اخوان في ضوء هناك. لا دي مصفات نفط. الحمد لله. إيه؟ مصفى بيحط في النفط. احنا محدش هيتفرج علينا. احنا خلاص احب ابشركم احنا فشلنا قبل ما نبدا. قفلنا المجتمعات كلها، فاهم؟ يعني احنا بقينا بنتارجت مين دلوقتي؟ طيب احنا بنتارجت نفسنا. اعداد ما بينفع كل شويه تقطع الويف تاعت هننسى اقسم بالله احنا بنقول ايه. عمر شيل كاميرات. ده انت زعول قوي يا كورونا حرب. ايه تاني؟ خلاص بقى احنا طبعا كالعاده اليوم عندنا موضوع جديد، واكيد موضوع كثير حامي، بس احنا ايش عارفين عن الموضوع ولا اشي. ما هنقول طبعا غير انه الاعداد مجهز لنا مواضيع قويه اليوم. انا واثق فيه على فكره، انا واثق فيه انا لا انا مقلق. لا انا مقلق. نبدا بالصلاه على النبي هنبدا صوص. وخلينا نخش في المواضيع على اصولها. موضوع اليوم الجامعة. عايز اسحب كلمه ان انا واثق في الاعداد. انا غدر فيا، ما كنتش متوقعها. خلينا نبدا بس نعرف الناس انت بتدرس ايه. بروسيس اوتوميشن اند كنترول، حاجه زي ميكاترونكس. ترجم بقى. يعني بنخلي المصنع يشتغل اوتوماتيك من غير بني ادمين. كهربجي يعني. من الخلاصه. وانت استاذ جبران بزنس مانجمنت. نزل رجلك. نزل رجلك وانت بتتكلم. اللي بيقول على نفسه بزنس اكاونتنج ده قبل كده كنا بنجمع يعني فلوس، والله العظيم طلع بالسالب. يعني احنا كنا المفروض مديها. لا والله انت فاكر صاحبنا اللي ايوه طبعا رجعنا بيا. اسمع، صاحبنا كان المفروض نديله فلوس، هو جبران اقنعه ان هو يدينا فلوس. والله العظيم ده نصب ولا انت كنت نصب واحتيال وماركتينج. بس ثواني، انت مخلص جامعه؟ بيقولوا اوه شيلي من ثغراتي. يعني ايه جامعه بالنسبه لي؟ انا بقالي كتير في الجامعه صراحه، يعني انا من مؤسسين فعلا الجامعه. يعني جامعتي كان اسمها حاجه ودلوقتي بقى اسمها حاجه تانية، يعني تمام. بدون ذكر الجامعه، يعني فاهم، بدون ذكر اسم اي جامعه. ولحد دلوقتي الحمد لله انا يعني عدى عليا دكاتره، عدى عليا طلاب، انا مخرج دفعات من تحت ايدي بسم الله ما شاء الله. الناس دلوقتي في سوق العمل شغالين زي الفل ما شاء الله، كلهم تعليمي يعني الحمد لله. يعني طب انت بقى داخلين ان شاء الله في الحته الجايه، شغالين على الموضوع وبنتقدم في مشروع تخرج يعني باذن الله ان شاء الله. الحمد لله. اتقدمت انا وواحد وانتوا عارفينه كويس. قلنا لان احنا في كرب. ادعوا لهم يا رجاله. وانت اللي معاه حالته صعبه. السؤال بيقول أسوأ فئة قابلتوها في الجامعة. صار في عندنا كوليكشن جديد في الجامعه، اتوقع كلهم بيروحوا عند نفس الحلاق صح. وبيشتروا ملابس من نفس المكان. حصل. كله ماشي حاط على راسه بروكلي ومديها في الجامعه. لا كلهم. بس عاوز تناديهم تعمل ايه؟ طلع لهم فيب وناديهم. آه. اه ده الكاتش بتاعهم. احنا بنضرب في الفوبس وقبل كده في ماليزيا وامريكا. احنا كل شويه احنا محدش هيتفرج علينا. احنا خلاص احب ابشركم احنا فشلنا قبل ما نبدا. قفلنا المجتمعات كلها، يعني انا فاهم. يعني احنا بقينا بنتارجت مين دلوقتي؟ طيب مش عارف احنا بنتارجت مين صراحه. احنا بنتارجت نفسنا. احنا التارجت اودينس للحلقه. لا وكمان العيال يالا بتحسهم لبسهم غريب. الولد بيكون لابس بنطلون منطاد باراشوت. الواد حرفيا. الواد مش طبيعي. كلهم عندهم نقص تغذيه. يا اسطى مخبي فيه حاجات بس انت مش عارف. ما هو انا ما اعرفش العيال دي. دولاب فيب. ديلر، هو ديلر فيب. استنى بس سؤال والله. 2003 و2004 المفروض لسه صغيرين صح؟ يا عم ده عيال مهرمنه. المفروض 3 و4 دول متخرجين من الجامعه. بتهزر. والله ايه صدمه الواقع اللي انا فيها دلوقتي. 2003 متخرج من الجامعه. الله يمسيك بالخير يا خريج. حبيب قلبي يا اسطى، انا عندي ابن خالتي 2008 الله اقسم ما شاء بالله الله. انا بقف جنبه كاني ابنه ما شاء الله. طب احنا ما شاء الله. يعني احنا طلعنا بكل الاعاقات اللي في الدنيا. يا اسطى احنا الجيل ده اللي هو كانت بدايه ايه تجارب. احنا جيل تجرب عليه واللي بعدين بقى ايه فعلا. النسخه المحسنه. ويجي واحد عنده 50 سنه انتوا الجيل المرتاح. يا عم جيل مرتاح ايه يا عم. كورونا حرب. ايه تاني؟ مضيق هوهز. بس السؤال قوي يا حماده، شو شعورك لما تدخل الكلاس وتلاقي واحد قد ابنك معاك. بص شوف، هو انا ما بحضرش كتير عشان كده يمكن تلاقي الموضوع معايا مش عامل ازمه. انت بتفضح نفسك. انت ملاحظ ان انت بتفضح نفسك يا زكي. اللي بيحصل معاه. قص الحته دي. قصها بجد. لا كنسل تصوير. هعمل لها مونتاج. احدفنا بسؤال تاني. غير السؤال بسرعه. ايوه ابعد عن الجامعه بالله عليك. احكي اشي ايجابي في تخصصك واشي سلبي في تخصصك. صراحه لو احنا يعني عشان احنا الاثنين نفس الموضوع، انا حاسس ان الحاجه الايجابيه في التخصص ان انت فعلا بتتعلم ازاي تشغل حاجه بجد.
يعني لا ازاي بس فعلا هقول لك حاجه كمان، وبتفتح لك مجالات زياده. إن أنت يعني تدرس- احنا ما شاء الله احنا لا عارفين احنا كمبيوتر ولا ميكانيكا ولا كهرباء ولا ودي حاجه حلوه على فكره، ولا ودي كنترول. حاجه حلوه لان انت بتكون ملم بكله. انت بتدرس برمجه وبتدرس وبنطلع في الاخر صنايعيه يعني فاهم كهربجي يعني. كهربجي. هو كهرباء وحافظ هو كهرباء. هو فكرته ان احنا بس بنروح يا عم مش انت بتروح توصل السلك في كهرباء في بطاريه وفي الاخر تفشل في المشروع؟ صح. امال بتلوك كتير ليه؟ احسب لي يلا قوم يلا احسب لي المنتج ده بكام. جبران في كرفتيك. اللوح كده الساعه 9 الصبح الاعداد اعداد ما بينفع كل شويه تقطع الويف تاعت هننسى اقسم بالله احنا بنقول ايه. عمر شيل كاميرات. ده انت زعول قوي يا اخي. اعداد لا تشخصن المواضيع. لا الاعداد مكلف نفسه والله بجد. يعني انا نفسي يشوفوا ورا البيهايند ذا سين استنى جماعه عايزين تشوفوا بيهايند ذا سينز والناس اللي قاعده ورا الكاميرات اللي بتساعد معانا والتجهيزات وكل حاجه احنا بنيجي ازاي معانا والليله كلها لان أكبر فعلا فنان إحنا تعبنا فينا أوي ابو سمره. طبعا ومعانا شابوه سقفه لابو شابوه. سمره بجد لانه صراحه مروق علينا. دلوقتي احنا على الانستجرام تيك توك فيسبوك. بس ما حكيتليش ايه الفار اللي انت حاطه ده بيلقط الصوت احسن. الاعداد قال لي الاعداد قال لك كده. طبعا احنا خدامين الاعداد ولا إيه؟ هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. خلاص بقى احنا طيب نرجع لموضوعنا. ليه دخلت بيزنس؟ شوف اذا بدك رايي بصراحه اذا هنتكلم عن بزنس كبزنس يعني هو ممكن يكون افضل اشي الواحد ممكن يدرسه في هالدنيا. ليه؟ لانه انت مش محشور في مجال واحد بس. يعني ناخذ الموضوع شوي سيريس. انت متوقع فعلا يعني انه مثلا الدكتور بينفع يشتغل مهندس ولا الطيار بينفع يشتغل سواق توك توك؟ لا اسال تاني. لو قدامك طالب سنفور اشياء تنصحه انه ما يعملها اول ما يدخل الجامعه. اشياء ما بلاش تسمع مننا مبدئيا. انا توهت نص الطلاب على فكره. حدا يسالني وين الكلاس الفلاني اوديه وين طب. جبران انت بتروح ببيتكم باللوكيشن. حاجه انصح بيها للناس اللي جداد في الجامعه خصوصا لان اشكالكم بصراحه بتبقى غريبه جدا. تمسك لي شنطه مليانه حاجات كانك في مدرسه وبيسالني والطابور امتى داخل لي ولا لابس لي مثلا قميص مشجر على بنطلون كاني قاعد على بحر. انا بشوف برضو الاشكال دي. ده انا معايا واحد في الكلاس في السمستر الصيفي ده يا رب يعني يا رب ما يشوفش الحلقه. انا مر على راسي كثير نوعيه طلاب بس اني الطالب اللي لابس نظاره كعب كوبايه ورافع البنطلون لهنا ومش لابس تيشيرت لابس قميص وفوقيه جاكيت ده غش. الليفل ده الوحش. اسمع ده غش منه. ده اصعب من فتح مضيق خرمس دلوقتي. فكرتني بحاجه. معايا واحد يا جدعان لا عربيتي بتعمل صوت عادي. كهرمان الم عيالك عندي شغل. كهرمان لم عيالك عندي شغل. بدلك كتاواتو. عندي واحد يا جدعان احنا كنا داخلين امتحان يعني انا وصاحبي اللي معايا. الحمد لله ان احنا معانا قلم رصاص. معانا قلم. ضحكوا رحتوا. الحمد لله ان احنا رايحين. اقسم بالله ده داخل 4 اقلام حبر 4 اقلام رصاص ومسطره واحنا مش عايزين مسطره بجد. لا في ناس بيبقى منظرها غريب قوي في الجامعه. لا يا انت خلي بالك برضو ناس جايه من مدرسه دخلوا الجامعه ما شافوش حاجه. يعني نقدر نقول لهم ايه اسهل حاجه؟ انت مش رايح مكان سيريس قوي رسمي قوي وفي نفس الوقت انت مش رايح ديسكو ولا بتاع عادي. انا الكلمه دي سمعتها من الله يرحمه عادل عايش. من عادل امام في انت ملاحظ احنا ليه احنا قدام يا اسطى. تجربه الدنماركيه. احنا قدام في بيقول المانشيكا. لك ديسكو. مدى ايه افضل حاجه عملناها انا وانت في الجامعه؟ افضل حاجه ان احنا عملناها ان انا وانت في الجامعه. اصبر ده في قصه روعه. فاكر الدكتوره؟ اوه دي احنا شحنا ليفل جديد من الاورا انا وحماد. بص افتكرت انا الموضوع دي. كان في مدرسه. الموضوع دي ايه الموضوع دي ايه الموضوع ده؟ انت قلت الموضوع ده الغلط خلاص يا قول يا حاج اسماعيل حصل ايه؟ حدانا في البلد. ايوه. النسوان بتاكل لما الراجل الراجل بيموت. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت. المهم كنت انا وجبران في بدايه الجامعه قبل ما كل واحد يخش تخصصه يعني كنا بناخد تاسيسي. ففي مدرسه كانت بتدرسنا تمام. فالمدرسه دي كانت مستقصدانا جدا انا وهو لدرجه ان هي خلتنا نشيل التاسيسي. تخيل انجليزي بس خلتنا نشيله. المهم عملنا ايه؟ انا وهو رحنا جبنا الايلتس اللي الجامعه عايزاه. رحنا
وقافلينه. هو بيوصل لك مسج احنا عارفين، لكن احنا جايبينه رحنا استلمناه مقفول. فرحت انا وزعفران بالاظرف من الايلت من البريتش متسلفنه مقفول. اسمع الورقه مقفوله. رحنا حطيناها له على المكتب، فتحتها نايس ومش عارف ايه انا وجوجو. انت نسيت اهم لقطه. انت فاكر يوم كنا قاعدين في الكلاس واجت قالت لنا انتوا عمركم هتنجحوا؟ صح، هي قالت لنا كده والست ما غلطتش. احنا نجحنا بس في الايلتس، بس بعدين فشلنا في الحياه. بس خلينا ساكتين، ربنا ييسر. شغالين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اعداد، خش لي في السؤال اللي بعده. صححوا لهم المصطلحات. هسه هاي الفقرة بدها تكون اسمها تصحيح مصطلحات لا طلاب الجامعة. بس شباب متابعينا اللي داخلين الجامعة جديد، نتفق بس على شوية نقاط أساسية. عشان يعني احنا داخلين على جامعة ومش ناقصة خنقة. ها أولا ما اسمهاش حصة، اسمها لكتشر. ودي تاني حاجة ما اسموش مستر، اسمه دكتور. خلاص نثبتها. اسمها كافيتيريا مش مقصف. طب يا رجاله، ما بقى ان انا واحد من بيزنس، فهو ان شاء الله لما يتخرج ويشتغل في الريل استيت، بالله عليك اوعى تشرب ايكوس. يا جدعان انا موضوع الايكوس ده لانه فعلا الموضوع بيهمني جدا بجد. انا بعاني. انا فعلا مش هزار بجد يا جدعان. الايكوس دي ده اكبر ذنب ممكن تعمله في حياتك بعد اكل مال اليتيم بجد. لا ريحه ولا طعم ولا اي حاجه بجد. انت حرفيا بتدخن غازات. يعني لا بس اقول لك حاجه، ليها حاجه حلوه. انت بني ادم مش اجتماعي، ايه ده؟ هتطفش الناس اللي اللي حواليك. حواليك. زريبان ايه اللي انا بواعي هو عشان اجتماعي افسي في وشهم. يا عم تخيل مديرك جاي وانت قرفان منه، هتطفشه ازاي؟ اضرب واحده في وشه. تضرب ايه في وشه بالظبط؟ ايكوس. بس عارف هو هيتحمس. يا جدعان الايكوس بجد سيئه من ريحتها، من طعمها، من ما حدش يحاول يقنعني ان هي حاجه ايجابيه. ده بالتسخين. هيتنج. انا بحب اكنسر نفسي، اسخن الكنسر يعني عشان التوليع الكنسر مش حلو، اسخن الكنسر. بمناسبه الايكوس، هموت واعرف مين اللي مفهم الناس ان هو عادي يدخنوها بقى اندور ولا لا. ده ذنب، ده محرم دوليا. اندور ده محرم دوليا بجد. يعني انت لا انت اعملها بجد ولا تشرب ايكوس. على الاقل دي هتروح. الايكوس لا يا جدعان. بتوصل لمرحله في المكتب ان انا ما بقتش عارف افرق ده ايكوس ولا التاني. لا التاني. انا على اغلب التاني. حسب موقعك في الشغل. لا ده التاني اسمه من بالظبط، على حسب مكانك في الشغل الحالي يعني بجد. موقف محرج صار معك في الجامعة. عندي موقفين مش موقف واحد. واحد من المواقف اللي صارت معي في الجامعة، فداخل البيلدينج بسرعة وزي هيك، والله يعزكم لازم أفوت دورة المياه. فدخلت الدورة وما طلعت وما ركزت أنا وين. أنا ما ركزت أنا وين، فدخلت وتعاملت. وفجأة وأنا بتعامل بسمع أصوات برا. بس مش نفس الأصوات اللي يعني ليفل الصوت مش متعود عليه. وفجأة لقيت في النص سوسو. وسوسو بتقول لي ميمي ومش عارف ايه، وفي احاديث انا كرجل مش لازم اسمعها. فانا بين اني اشد السيفون واطلع، وبين انه بصراحه الموضوع يعني مذنب للسمع. حاب اكمل، حاب اعرف ايش بيقولوا. انت عارف انت لو طلعت كنت هطلع على المطار على طول. ما خلصت خلاص. والموقف الثاني كان بدايه السمستر الصيفي هذا. طبعا بحكم شغلي والموضوع اللي أنا فيه، فنومي ضايع. يعني أنا بالعادة يعني ماكس بنام 5 ساعات، فصاحي مخي مش موجود يعني. وخلاص فتحت على الجدول على التليفون وقلت خلاص هدخل الكلاس. فبدل ما أقرأ إنه يوم الثلاثاء قريت يوم الاثنين. فدخلت على الكلاس تاع يوم الاثنين، قعدت في الكلاس. دخلت الدكتورة وبدت تفرش عدتها أول إشي، وشغلت الداتا شو على الجهتين. وفجأة لقيت مخطط رياضيات وأرقام ودنيا وعالم. وأول كلمة حكتها الدكتورة: إحنا زي ما أخذنا في كالكولاس 2. أنا بحكمي كطالب ماركتينج عمري في حياتي ما أخذت إشي غير ماث، يعني كالكولاس هذا أنا ما وصلته. فبدت تشرح وأنا قاعد متوتر وبديت أعرق. والموضوع صار سيريس. يا رب أنا نزلت المادة بالغلط دي ولا إيه؟ فعليا إيش اللي أنا قاعد باخده، وبتشرح بحماس زي ما أخذنا في كالكولاس 2. طبعا أنا ما أخذت كالكولاس 2. طيب ما أخذتش كالكولاس 1 أصلا. الكالكولس ده بقى إيه؟
اصلا ده ليفل تاني. المهم مع القعده في هالكلاس فتحت الايباد وقلت خلاص انا هسوي دروب للماده. ربك سطر، قلت خليني اركز على اللينك اللي هي فاتحته، فقريت كود الماده. فقريت انه اشي ماث مش الماده تبعتي. هلا وين المصيبه؟ انه انا كيف بدي الم اغراضي واطلع من الكلاس؟ يعني انا كيف بدي الم اشيائي واطلع من الكلاس وهي عم تشرح بحماس متحمسه داخله نشيطه الدكتوره اول كلاس إلها. لميت اغراضي وانا طالع لبرا زي هيك، يعني بدي اوصل لعند الباب، فلقيت بتسالني انه انت وين رايح؟ فقلت لها جاني التليفون والتليفون في جيبتي، ضليتني طالع برا من التوتر. ماسك الايباد. الو هاي فعليا معايا خلق عرفات تعبان في مستشفى المصريين. عرفات ولا مين؟ انت مش عمر؟ ايوه انا عمر. طب خالك عرفات تعبان في مستشفى المصريين والاسعاف جابته. مين اللي معاه؟ مين اللي تعبان؟ خالك عرفات تعبان ويخرب بيت امك. مين اللي تعبان؟ خالك عرفات، مش انت عندك خال اسمه خال عرفات؟ عرفات ولا مين؟ انا مستنعك من الجي. طب ما تطلع بقى يا ابني. قول من الاول كده مين؟ مش انت عندك خال اسمه خال عرفات؟ ايوه. تعبان موجود في مستشفى من المصريين. ما انا هرن عليه دلوقتي. وإن عليه وشوفه. هو مين معاه؟ برضه لا انا ممكن احكي موقف. انا لما نقلت الجامعه ورحت جامعه تانية، فانا داخل الجامعه بكل عشم بقى، ولا عارف الجامعه فين ولا عارف انا رايح فين ومش عارف ايه. فجالي واحده فبتقول لي انت بقالك كتير هنا؟ قلت لها امال انا بقالي سنتين في الجامعه. انت لسه جاي؟ حرفيا انا لسه ده اول يوم اداوم فيه. تمام. فبتقول لي مبنى رقم، خلينا نقول مبنى رقم 15 فين. انا شاورت لها على حته وحياه ربنا انا ما اعرفش انا شاورت لها بره فين. الجامعه. بره عند قلت لها مطعم الكباب والكفته ده. مين هتفضلي ماشيه على طول وفي شمال. وبعدين بقى لما فهمت الجامعه كويس، بيلدينج 15. مفيش بيلدينج حسيت مفيش بيلدينج 15. مفيش بيلدينج 15. كل ما تشوفه تفوق عليك. الحمد لله ما شافتنيش تاني. 15. ماشي. ينفع اقوم اشرب كوبايه كرك؟ لا مش دلوقتي. ماشي خلاص يا عمر اقعد. خلاص حلو. انا هلبس لكم السديري. هنقررها تاني يا عمر ولا خلاص كده هي مره ومش هنشوفك تاني هنا؟ عمره مش هيشوفنا تاني اصلا واحنا بنصور. ايه مالك؟ اصل هنا في كوبايات ودي لو دخلت جوه تتحشر مش هعرف اشيلها. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. اخوان في ضوء هناك. لا دي مصفات نفط. الحمد لله. إيه؟ مصفى بيحط فيها نفط. وهي دي الحاجه اللي انت فعلا لازم تشتغل عليها بجد. هذا الله مش حافظه. كمان مره بتعمل الحركه هاي هكسر لك اياها. او بيسلك مناخيره عشان يشرب هو. فيها صوت تطلع. تعال في طريق. قاعد يا زلمه. بس يا شبران بس ان شاء الله والله فيهم صحن. يا شبران الشحن هيخلص. يا شبران يا اسطى الميموري اتملت انجز. ودلوقتي يا جدعان جه ال 5% بجد اللي في الحلقه. احنا عايزين نتكلم عن موضوع الجامعه دي، بتكون تقريبا 80% من مستقبلك. وفي حديث نبوي شريف رواه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فبشكل مختصر اللي بدنا نحكيه إنه الجامعة بداية أي طريق نجاح. مالها النجاح؟